السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة يا جماعة حبينا نتكلم على لعيب محبوب من قبل الجماهير المصرية كلها. حبينا نتكلم على مؤمن زكريا. مؤمن زكريا اللي من ناشئين الأهلي إلى ناشئين نادي الإنتاج الحربي. مؤمن زكريا اللي تألق مع نادي المصري، تألق مع داني إنبي، تألق مع نادي الزمالك. مؤمن زكريا اللي حقق حلمه بالانتقال للنادي الاهلي في 2015. مؤمن زكريا اللي عمل ثنائيه جامده جدا مع عبد الله السعيد، احرز اكتر من 40 هدف مع النادي الاهلي. مؤمن زكريا اللي كان دائما يتالق في مباريات القمه. مؤمن زكريا اللي المرض اللعين اخده مننا. حبينا نقول الف سلامه عليك يا مؤمن، ربنا يشفيك. يلا بينا نتكلم على مؤمن زكريا. وهوبا والهدف، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا. ولد مؤمن زكريا في 12/4/1988 ونشأ في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكنه لم يحصل على فرصه مع الفريق الاول. بحث عن فرصه لاثبات نفسه وانتقل الى نادي الانتاج الحربي، حيث بدا يظهر موهبته في المراوغه والتسجيل وصناعه الاهداف. سرعان ما خطف الانظار ليبدا مشواره الاحترافي في الدوري المصري. مؤمن زكريا الجناح الطائر وصاحب القدم الذهبيه، اللاعب الذي رسم البهجه على وجوه جماهير الكره المصريه بأهدافه القاتلة ومهاراته الفريدة. تألق في أندية القمة، خطف القلوب بلمساته الساحرة، ثم جاءت الصدمة الكبرى بإصابته بمرض نادر. مؤمن زكريا انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي عام 2011 ل 2012 وقدم مستويات مميزة جعلت الجميع يتحدث عنه. كان لاعبا حاسما وسجل أهدافا مؤثرة مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى. انتقل إلى إنبي من 2012 ل 2013. شهدت هذه الفترة النضوج الحقيقي، حيث أصبح من أبرز لاعبي الدوري المصري. امتاز بسرعة واختراقات قوية وساهم في العديد من الأهداف ليخطف اهتمام الزمالك من 2013 ل 2015، في فترة كان الفريق يبحث فيها عن استعادة الأمجاد. تألق مع الفريق الأبيض وسجل العديد من الأهداف الحاسمة. كان أبرز نجوم الفريق في عام 2014-2015 الذي شهد تتويج الزمالك بالدوري وكأس مصر، لكن مع تألقه بدأت أعين الأهلي تراقبه عن كسب لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرته. المجد الحقيقي بالانتقال الى النادي الاهلي وصناعه التاريخ من 2015 ل 2020. انتقل ليحقق حلمه باللعب للفالنة الحمراء. شكل ثنائيا رائعا مع عبد الله السعيد وصنع العديد من الاهداف لزملائه. سجل اكثر من 40 هدف بقميص الاهلي في جميع البطولات. كان احد اسلحه الفريق الفتاكه. تالق في مباريات القمه امام الزمالك وسجل اهداف لا تنسى في شباك الغريب التقليدي. ساهم في تتويج الاهلي ب3 دوري ابطال عام 2015 2016 2016 2017 2018 2019، كأس مصر 2017، السوبر المصري 2015 و2018، وصيف دوري ابطال افريقيا مرتين 2017 و2018. ثم انتقل الى اهلي جدة على سبيل الاعارة عام 2018، لكن التجربة لم تستمر طويلا. عاد سريعا الى النادي الاهلي ولكنه بدأ يعاني من مشاكل بدنية غامضة اثرت على مستواه. الصدمة الكبرى الا وهي المرض اللعين الذي ابعده عن الملاعب. في عام 2019 بدأت تظهر اعراض المرض عليه، حيث عانى من ضعف عنف العضلات وصعوبة في التوازن. بعد الفحوصات تم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يؤثر على الاعصاب والعضلات. كان الخبر بمثابة صعقة على جماهير الكرة المصرية، وبدأت حملة دعم كبيرة له من جماهير الاهلي والزمالك. اللاعبون والمدربون والجماهير وقفوا بجانبه، وكان احتفال زملائه بإشارته الشهيرة من أكثر اللحظات المؤثرة في كرة القدم المصرية. كان في دعم كبير نادي الأهلي، حيث قرر الأهلي تحمل تكاليف علاجه بالكامل، وحرص محمود الخطيب على دعمه شخصيا. وكان أيضا المستشار تركي آل الشيخ أول الداعمين. جماهير الأهلي لم تتوقف عن دعمه، وكانت تهتف باسمه في كل مباراة. مشهد مؤمن زكريا ويرفع درع الدوري مع زملائه 2020 كان من اللحظات الأكثر تأثيرا في تاريخ الأهلي. رغم المرض يظل مؤمن زكريا من الناس اللي حاربت المرض بقوة
القوة تلقى دعما عالميا من نجوم الكرة، ظهر في العديد من المناسبات وأكد أن إيمانه بالله وصبره على الابتلاء، يحلم بالعودة للحياة الطبيعية ويواصل العلاج وسط دعم من الجميع. يعتبر مؤمن زكريا حالة لا تنسى في الكرة المصرية، حالة لا تتكرر كثيرا، ربنا يشفيه. ألف مليون سلامة عليك يا مؤمن يا زكريا. مؤمن زكريا كان قصة كفاح في الدوري المصري رغم المرض اللعين اللي أصاب مؤمن زكريا، إلا أنه لم يفقد الأمل ولم يستسلم واشتغل إداري في نادي سموحة. مؤمن زكريا تلقى دعما كبيرا من اللاعبين في الدوري المصري، والشيء بالشيء يذكر الدعم الأكبر كان من المستشار تركي آل الشيخ. إدارة نادي الأهلي ومحمود الخطيب برضو عملت دعم كبير لمؤمن زكريا. جماهير النادي الأهلي اللي ليها عمل السحر كانت دايما تردد مؤمن زكريا ما يمشيش لوحده أبدا. حبينا نقول ألف سلامة عليك يا مؤمن. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، وما تنساش تقول لي أكتر هدف شفته عجبك لمؤمن زكريا. عايز أسمع رأيك في الكومنتات. رمضان كريم.